ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. الاول مره يشوفوني انا دانا من قناه دانا تي في. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه علشان قربنا جدا على الألف. النهارده هنعمل مع بعض المسكره في البيت. عامه الفيديو ده من سلسله يور ميك اب ان يور هوم، مكياجك في بيتك. السلسله دي احنا بنعمل مع بعض الميك اب في البيت علشان نوفر فلوس، وكمان بنكون ضامنين المكونات. وبتبقى الصراحة كده بتبقى حاجة حلوة، مثلا لو في حاجة يعني حاجات فيها درجات فبنتحكم احنا في الدرجة فبتبقى أحلى كتير. النهاردة زي ما قلت لكم هنعمل مع بعض المسكرة بطريقة سهلة جدا وكمان رخيصة جدا. وبجد هي بتبقى حلوة قوي. عامة المسكرة بتكون نوعين، حاجة يعني واحدة بتدي فوليوم كثافة بتقل الرموش، وحاجة تانية بتدي طول. النهاردة انا هعمل معاكم هي اللي بتدي كثافة، لان انا رموشي طويلة بس مش موجودة تقريبا يعني فاهمين، خفيفة قوي بس هي طويلة، فانا هعمل معاكم اللي بتدي كثافة والفروقات بينهم بسيطة جدا جدا. اللي عايز يخليها تكون طول برضه هقول لكم في نص الفيديو ازاي ان اخليها تكون طول مش كثافة. تمام، بس بجد 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 المسكرة حلوة قوي قوي قوي، فاتمنى ان انتوا يعني تكملوا الفيديو للاخر وتحبوا الطريقة. وكمان ما تنسوش تعملوا شير للفيديو علشان زي ما انتوا استفدتوا غيركم يستفيد. وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام والفيسبوك، اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن بوكس. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وتسيبوا كومنت تحت لأي فكرة انتوا عايزينها. وكمان هسيب لكم لينك البلاي ليست بتاعت يور ميك اب ان يور هوم، مكياجك في بيتك، تحت الديسكربشن بوكس. روحوا شوفوها، عملنا مع بعض كل اساسيات الميك اب. ويلا بينا نبتدي. بالنسبة للمكونات فاحنا هنحتاج علبة نكون بنعرف نقفلها كويس علشان البرودكت ما ينشفش، وهنحتاج كمان نشا والوان طعام، وهنحتاج كمان اقراص فحم. هنحتاج قرص واحد فحم، والوان الطعام والنشا هنعملهم على حسب انتوا عايزينها تكون للكثافة ولا للتطويل. لو للتطويل هتعملوا معلقة ونص من الوان الطعام، وطبعا الوان الطعام دي اللي بتحدد اللون بتاع المسكرة بتاعتكم. لو عايزينها تكون كثافة هتحطوا نص معلقة من النشا، طبعا معالق صغيرة، ومعلقة صغيرة كاملة من ألوان الطعام. طبعا يا جماعة ما ننساش نعمل تيست الحساسية علشان نتأكد ان مفيش اي حاجة من المكونات بتاعة المسكرة عندنا حساسية منها. دلوقتي بقى هنجرب بقى المسكرة سوا. تمام، ادي الفرشة دي نضيفه، مفيهاش اي برودكت. وهناخد نحطها هنا في العلبة. تمام اهي، ولكن تبقى القليل في المطبخ عشان اثبتلكم اهي دي اللي انا عاملاها. تمام اهو، ناخد هنا كده في المج. طبعا خلينا عارفين ان احنا لازم نعمل تيست الحساسية قبل ما نستخدم اي برودكت على بشرتنا او على وشنا او على عينينا او كده. لازم نعمل تيست الحساسية، ممكن حاجة تظبط مع حد يبقى انا عندي حساسية منها يعني تدمرني او كده. نجيب بقى كده وهبدأ استعمل للناس اللي عايزة الكثافة، يعني تدي كثافة لرموشها. يا ريت نركز على الروتس بتاعت الرموش، نركز البرودكت كله على اللي هي الروتس. تمام، طبعا افشل واحدة تحط مسكرة اصلا بس تمام. دي كده يا جماعة الريزلت، دي بعد اول كوت اهو، ودي يا عيني من غير اي حاجة خالص على الرموش. حط كمان العين التانية وهجيب. دي كده يا جماعة الريزلت في الاخر. كده انا حاطة كوت واحدة بس على كل عين. صراحة الريزلت عجبتني جدا جدا جدا، فاتمنى تجربوها. طبعا لو جربتوها متنسوش تصوروها وتعملوا لي منشن على الانستجرام او على الفيسبوك. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.